ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وخير وسعادة. النهاردة مش هنتكلم كتير على الوصفة بتاعتنا، لان اكيد طبعا شكل الوصفة بيتكلم عن نفسه. النهاردة هنعمل الطريقة الأصلية للبيتزا الإيطالية بطريقة مش ممكن. يا جماعة بجد لو ما جربتوش الوصفة دي من البيتزا الإيطالية، يبقى احنا عمرنا ما أكلنا بيتزا إيطالية، وكل اللي كنا بناكله ده ما كانش بيتزا خالص، معرفش كان ايه. انا مش هتكلم عنها كتير، لان بصوا الشكل اصلا بيتكلم عن نفسه. بصوا جمال العجينة وهشاشنها، بصوا الفراغات اللي فيها. مش محتاجة حشو كتير خالص، لان العجينة لوحدها تتاكل حاف من كتر جمالها، من كتر حلاوتها بجد. كل اللي فات ده كان حاجة، والبيتزا دي حاجة تانية خالص. مليانة تكات بقى الحلقة بتاعتنا النهاردة. بس بجد هتجربوا بيتزا عالمية. لازم 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 ان شاء الله تخلصوا الفيديو وتقوموا تجربوها. اول حاجة عندي دقيق، خميرة، سكر وملح. هقلبهم عادي خالص وهعجنهم بمية. بس العجينة بتاعتي لازم تكون بتلزق جامد، وهحط كمان زيت زيتون. هكتب لكم كل المقادير بالتفصيل تحت في صندوق الوصف. هقلب كده بالمعلقة شوية، بعد كده هبدأ بقى اعجن بايدي، وممكن طبعا تلموها بالمعلقة بالاسباتولا، لان اصلا العجينة بتاعتنا ما بتتعجنش، بنلمها بس. وعايزه اقول لكم على حاجه، ان عجينتنا بتبقى بصوا بقى هوريكم القوام اللي احنا هنوصل له. بتبقى بتلزق جدا في الطبق وفي الايد، بتبقى كده حاجه طريه قوي قوي قوي. ودي تاني تكه، ان احنا عجينتنا طريه جدا، هو ده اللي بينجح العجينه. تاني تكه بقى ان احنا هنعجن العجينه بتاعتنا من قبلها بليله. يعني انا عجنت العجينه بتاعتي بالليل، سبتها لتاني يوم الصبح في التلاجة. ودي تاني تكة مهمة جدا وضرورية جدا لنجاح العجينة. بصوا بقى قوام العجينة عامل ازاي، بيلزق جدا جدا. هو ده القوام المظبوط. هلفها على طول كده بكيس، او احطها في طبق بلاستيك واغطيه، وهسيبها قبلها بليلة في التلاجة. ودي اول خطوة مهمة جدا جدا. بيطلع بقى ده شكلها كده بعد تاني يوم بقى على طول. بصوا انا ما سبتهاش تختمر، هي ارتفعت لوحدها في التلاجة، انا ما سبتهاش تختمر ولا جيت جنبها. عايزه اقول لكم بقى ان هي بصوا العجينه يعني بتلزق جدا، طريه جدا. وهو ده القوام المظبوط اللي هينجح معانا العجينه ويدينا شكل العجينه الخطير ده. رشه دي بقى على الكونتر بسيطه كده من فوق ومن تحت، ان طبعا العجينه بتلزق معايا. هبدا بقى اديها عجنة بسيطة قوي كده، حاجة بسيطة خالص كده، بالراحة خالص. هلمها بس كده واكورها، وهسيبها في مكان دافي تختمر كده لمدة ساعة. هبدأ كده ألمها بالراحة. العجينة يا جماعة عاملة فعلا حقيقي حرفيا زي الملبن، طرية جدا جدا جدا. هحطها بقى في اي طبق عندي، وهسيبها بقى في مكان دافي كده لمدة ساعة لغاية ما تختمر. هغطيها بالبلاستيك راب وفوطة مطبخ، وهسيبها كده في مكان دافي لمدة ساعة. بعد ساعة بقى برضو هدي رشة صغيرة كده على الدقيق، على الكونتر كده من فوق ومن تحت. وهبدأ بقى كده ألمها بس لما بسيطة برضو، وهقسمها لاتنين. الكمية دي عملت معايا 2 بيتزا حجم وسط. ممكن تعملوها حجم كبير طبعا زي ما انتوا عايزين، بس الحجم ده سهل قوي ان انتوا تشكلوه، وهيبقى كده بسيط معاكم. لان العجينه بصوا طريه جدا يا جماعه، جدا جدا جدا. فلازم اكون كده بس دعكه ايديا بشويه دقيق، والكونتر يكون فيه شويه دقيق كويسين من فوق ومن تحت برضو. وهنبدا بقى نشكلها. وبصوا عايزه اوريكم الفقاقيع بقى والهواء اللي طالع من العجينه، وده دليل قوي بقى ان العجينه بتاعتنا ناجحه 100%. هبدأ بقى مش هاجي جنب الأطراف نهائي. بصوا أنا باخد من
من النص كده واطلع لبره، ما باجيش جنب الاطراف خالص، بسيب الاطراف تعلى لوحدها من غير ما اجي جنبها. باخد كده من النص واطلع كده لبره او لفوق كده زي ما انتوا شايفين بالظبط كده، وبفرد العجينه بتاعتي، ما باجيش جنب الاطراف نهائي. وطبعا ايدينا كل شويه لما نحس ان هي هتلزق في العجينه ناخد رشه دقيق كده ونبدا نعجن ونفرد، نعجن ونفرد زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. رشه دقيق كده على ايديا. العجينه هتلاقوها كل ما تفردوها بترجع تاني، معلش يعني معلش اصبروا شويه، هتلاقوها بصوا واحده واحده بدات تفرد معاكم من فوق لتحت كده. اقلبها من الناحيه دي شويه ومن الناحيه دي شويه لغايه بصوا هتبدا تفرد معاكم شويه بشويه، مش تاخد معاكم دقيقتين على بعض، وهتلاقوها فردت وبقت كويسه وخدت الحجم اللي انتوا عايزينه بالظبط. باخد شويه من فوق كده وشويه من تحت، واتاكد ان لازم يكون في رشه دقيق في الكونتر، وايديا كده فيها شويه دقيق عشان العجينه ما تلزقش معايا. بصوا بقلب شويه من تحت وشويه من فوق، وما بجيش خالص جنب الاطراف، ما بلمسش الاطراف نهائي. بعد كده خلاص بصوا بدأت تتفرد معاكم ازاي، ما بترجعش تاني خلاص. هبدأ كده بقى اظبط الاطراف بتاعتي، وخلي بالكم اصلا الاطراف بتتنفخ كمان لوحدها تاني في الخبز. هنا بقى التالت تكة مهمة جدا وهي طريقة الخبز. اول حاجة انا احطها في طاسة غير لاصقة من غير دهنة زيت من غير اي حاجة، وبصوا الطاسه بارده خالص مش سخنه نهائي. بعد ما بظبطها كده تاني واظبط كده الاطراف تاني، هحطها بقى على النار متوسطه وهغطيها. بس هحط اول حاجه معجون الصلصه. انا كان عندي صلصه بيتزا متحضره قبل كده عندي في البيت، ممكن بقى تحضروا برضو انتوا كمان اي صلصه بيتزا انتوا بتعجبكم. والطاسه بارده جدا زي ما انا وريتكم كده. بظبط بس الاطراف تاني واكد عليها كده تاني ان الوسط كده خفيف كده، مش خفيف قوي بس خفيف كده، مفهوش تكتلات ولا تخين، والاطراف كده مظبوطه. صلصه بيتزا انا كانت عندي صلصه بيتزا جاهزه، ممكن كمان تحضروها في البيت زي ما انتوا عايزين. وهبدا افردها كويس كده في النص، برضو ما بجيش جنب الاطراف نهائي نهائي نهائي. هفرد كده كميه الصلصه بتاعتي كويس قوي. وزي ما قلت لكم الطاسه بارده جدا. هغطيها بقى وارفعها على نار متوسطه لغايه هوريكم الوش بتاعها من تحت كده ياخد وش بالظبط. هوريكم هنرفعها من على النار ازاي. هوريكم الظهر بتاعها اول ما تاخد اللون الخطير ده كده من تحت. بصوا اللون رهيب، وتحسوا بصوا ان الحواف بتاعت العجينه بتاعتنا بدات بقى ترتفع كده وتنتفخ كده وتاخد بقى شكل البيتزا الخطير. خلاص بطفي عليها النار خالص. هي ما خدتش معايا اكتر من 3-4 دقايق على طول، لان النار هاديه. 3-4 دقايق على طول وكانت خلاص خدت وش من تحت، واعتبر ان هي استوت من تحت. هطلعها بقى جبنه موتزاريلا وانا بسويها من على النار من فوق. بكون بسخن الفرن على درجه حراره 200. سخنوا الفرن على درجه حراره كبيره وهي بتستوي من على النار من فوق. بتطلع بقى، احط بقى الجبنه الموتزاريلا، جبنه الشيدر، اي اجبان بقى انتوا عايزينها، وهحطها في الفرن تاخد بس بصوا وش من فوق والجبنه تبدا تسيح كده. احنا بقت جاهزه عندنا ألذ واحلى بيتزا ايطاليه ممكن تاكلوها بجد يا جماعه. خطيره، مش يعني حقيقي كان نفسي تبقوا معايا من كتر ما هي حلوه، وتدوقوا طعمها وتشوفوا هشاشه العجينه. بصوا العجينه حلوه قوي قوي قوي، طبعا مش تخينه خالص من النص، والاطراف كده عاليه وهشه جدا. بصوا بقى السوا من تحت، يعني حاجه رهيبه. اتمنى بجد تجربوا الوصفه، هتعجبكم قوي قوي قوي. لو لسه مشتركتوش في القناه اشتركوا. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش اللايك.